السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل حاجة حلوة، رموش الست. هنعمل رموش الست. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ الوصفة. هنقول المكونات: كوباية وربع دقيق أبيض، نص كوب دقيق سميد، معلقتين سكر بودر، معلقتين جوز هند ناعم، معلقة حليب، نص معلقة فانيليا، ونص معلقة بيكنج باودر، ونص كوباية زبدة أو سمنة. تمام. والشربات بتاعها يكون خفيف. الشربات كوبايتين سكر على كوبايتين ميه، نسيبهم لما يغلوا ونعصر عليهم ليمونه، يا دوبك قيمه 5 دقايق او 3 دقايق بالظبط يغلي ونطفي. تمام. يلا بينا نسمي بالله ونبدأ الوصفة. هنحط الزبدة الأول مع السكر وهنضربهم كويس. بعد كده هنحط البيضة، ونحط الفانيليا، ونقلب كويس لحد ما البيض يختفي. بعد كده هنحط معلقة الحليب. تمام. بعد كده هننزل بالدقيق، وعليه نص كوباية دقيق سميد، وعليه معلقتين جوز هند، وعليه نص معلقة بيكنج باودر. تمام. ونخلط كله، مش هنعجن، نخلط بس الدقيق لحد ما تتكون عجينة لينة متماسكة إلى حد ما كده. ماشي.
احنا بنلم العجين بس مش بنعجن، بنلم الدقيق بس مش بنعجن. كده لمينا كل العجين اختفى اهو، كل الدقيق. بس بعد كده هنحطها في كيس ونحطها في الفريزر شوية في التلاجة نص ساعة. تمام. وبعد كده نطلعها من التلاجة بعد نص ساعة نشكلها وندخلها الفرن. تطلع من الفرن هتخش لمدة 25 دقيقة على 180 درجة مئوية. تطلع من الفرن نسقيها بالشربات، وبعد كده نصفيها من الشربات ونرصها في طبق التقديم، ونرش عليها فستق مبشور او اي مكسرات انتوا تحبوها. تمام. دلوقتي هنحطها في الكيس وهندخلها نص ساعة في التلاجة. وبكده نكون خلصنا، طلعناها من التلاجة بعد ما قعدت نص ساعة. شكلناها بالشكل بتاعها المعتاد. تمام. هنخلطها بقى هنخلط بيضة وشوية لبن، حبة حليب، معلقتين 3 كده حليب، وندهن الوش بتاعها وندخلها فرن. احنا مشغلين الفرن دلوقتي. تمام. هندهن وندخلها الفرن لمدة 25 دقيقة على فرن 180 درجة. تمام. لحد ما تحمر وتطلع نسقيها بالعسل. بس كده هندخلها الفرن لمدة 25 دقيقة وتطلع نسقيها بالعسل. هندخلها الفرن تستوي. وبكده خلاص طلعت اهي بعد ما عملناها وحطيناها في الفرن لمدة نص ساعة ل 5 دقايق. الشربات بارد هنسقيها.
ونسيبها شوية في الشربات، وبعد كده نصفيها من الشربات ونشيلها ونقدمها. وبكده خلاص خلصناها، حطيناها في العسل شوية وسبناها، بعد كده صفيناها من العسل وشيلناها للتقديم. اهي جميلة وطعمها جميل وحلوة جدا. اتمنى تجربوها والوصفة تعجبكم. كنتم مع رحاب حسين.